بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض إيه؟ البسارية. البسارية دلوقتي كتيرة وجميلة وحلوة أهي، شايفين أنا جبتها غسلتها أهي وسيبتها إيه تتصفى. وهنا جايبة الدقيق بتاعنا في علبة كده، وهحط عليه إيه كده معلقتين ملح، معلقتين كمون بملح. الكمون بتاعي فيه ملح وكزبرة وإيه وشطه، يعني ايه تتبيله على بعضها كده. ونحط عليهم ايه كمان معلقه كده كركم، مكترش عشان الكركم ايه بيمرر. وهنا ننزل ايه نقلبهم كده يا حبايبي مع بعض اهو، التتبيله كده مع بعضها علشان ايه مش هكتر الملح برضو علشان ايه يا حبايبي ما يبقاش ايه حادق. وانا احط كده، وانا حطيت ايه انا قلت العلبه علشان ايه اقلبه كده براحتي، اقلبه كده ايه براحتي اهو اهو، ما ايه ما يعكش الدنيا ليه يعني اي حاجه محكمه شايفين. وهطلع كده واحط ايه في الطاسه على طول اهو يا حبايبي. يا حبايبي سامعين وتطلع كده انا بموت فيها، طول ما انا بقى بقعد اكل منها. شايفين يا حبايبي سامعين قرمشه وطعم مفيش بعد كده. التتبيله بتاعت الدقيق دي مخليها طعمها روعه روعه. بتبقي بتاكلي في البسارية كأنك بتاكلي جمبري، طعمها زي الجمبري بالظبط. ان البحر المالح بقى ديت بتاعت الميه المالحه حاجه جميله. سمك البحر المالح تاكليه انت مغمضه. سامعين الخرفشه؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يعني قد ما هي صغيره بس جميله شايفين طعمها خطير. وده يا حبايبي غدانا النهارده اللهم بارك. شايفين اهو عاملين رز بشعريه. الرز اللي جنب السمك ده حبايبي بيبقى على حسب الرغبه. يعني فيه ناس قالوا لي ايه احنا ما بنعملش جنب المقلي جنب المشوي ايه الصياديه، ده على حسب رغبتك انت. انا عندي كانوا عايزينه كده، يعني هو انت بتعملي رز صياديه رز بشعريه رز ابيض على حسب الرغبه اللي عندك. سامعين صوتها؟ سامعين صوتها عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ادي هي بصوا جميله 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 جميله. عملنا اهو. على ما يجي بقى الغدا يا حبايبي اللي يجوا ايه من بره من شغلهم واللي يجي ايه من مدارسهم وكده ايه نحط الغدا ليهم. اشوفكم على خير يا حبايبي الفيديو الجاي ان شاء الله. الفيديو النهارده كان ايه حاجه بسيطه كده وسريعه. كنا بنعمل ايه الغدا بتاعنا، كنا بنصور الغدا بتاعنا غدا ايه بسارية. والبسارية جميله ومن الحاجات السمك المالح فاحنا بنحبها وبحبها كمان، بعملها كمان بايه بملحها بتبقى حاجه تحفه. يلا يا حبايبي اللهم بارك. الف هنا اللي ياكل الف هنا اللي شاف يا حبايبي. وما تنسوناش باللايكات والتعليقات بتاعتكم عشان كل حاجه توصلكم يا حبايب قلبي، وعشان القناه تكبر بيكم يا حبايبي وليكم. اشوفكم على خير ان شاء الله.